السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سمعت قرار كده، مش عارفة ده يعني، مش عارفة يعني هو ايه يعني. فأنا بقولت ايه يعني، اشوف كده ايه القرار ده. قرار ان في ان مادة الدين هتنضاف للمجموع وتبقى مادة أساسية. فقلت يلا كويس، وقعدت أسقف لما ايدي وجعتني من كتر التسقيف على القرار الجيد ده. وقلت كويس، لان الموضوع يعني بصراحة ما كانش حلو ان مادة الدين تبقى مادة مهمشة ملهاش اي، استغفر الله العظيم يعني، اي دور كده، ما بتضافش، فما بتتذاكرش، فمش محسوبة. فان يبقى في قرار انها تضاف يبقى كده محسوبة، يبقى كده الطالب بقى هيبتدي يذاكر، هيهتم بيها زي المواد اللي بتضاف للمجموع. فبصراحة انبسطت قوي. بس يا فرحة ما تمت وخدها الغراب وطار. ليه بقى؟ لان انا عرفت بعد كده ان مادة الدين اللي هتضاف دي مش هو الدين اللي احنا عارفينه قوي، يعني هو حاجة يعني ايه، تانية، دين جديدا يعني. عرفت ان مادة الدين دي هتبقى زي ما يكون دمج كده بين الدين المسيحي والدين الاسلامي. معرفش ازاي، بس كل شيء جايز يعني. آه ان هي مش هيبقى مادة دين قوي، بس هم غالبا هيسموها دين، معرفش ازاي، بس هم زي ما يكون هياخدوا ايه، الاخلاق والعادات والتقاليد مثلا. انا مش عارفه والله يعني. القيم يعني من كل دين مثلا، يعني مثلا في الدين الاسلامي بر الوالدين، ومش مثلا يعني انا بمثل يعني. ومش عارفه في الدين المسيحي هياخدوا مثلا حاجه شبه كده، فهيدمجوا الاتنين مع بعض وتبقى اسمها ماده الدين. مش عارفه اللي هيدرسها اصلا مدرس مسيحي ولا مسلم، مش عارفه. ولا هي عشان هي عباره عن عادات وتقاليد، فمش هيبقى، مش مهم دينه ايه اللي بيدرس، مش مهم. طب هم لما هي عادات وتقاليد واخلاق حسنه والكلام ده، هيسموها دين ليه؟ يعني هم هيسموها ماده الدين ازاي؟ و... و... فحسيت كده، عارف اللخبطه، اللي ان انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، ولا انت ايه مادة الدين اللي دمج الدينين مع بعض؟ ايه مادة الدين اللي اي حد هيدرسها مسيحي او مسلم؟ ايه مادة الدين اللي كله هيبقى قاعد فيها، يعني مسيحي ومسلم قاعدين بيسمعوا الشرح؟ مش فاهماها الصراحة مادة الدين دي. كان زمان على ايامنا ماده الدين، يعني ان الحصه بتاعت الدين ابتدت، فالمسيحيين يروحوا ياخدوا الحصه بتاعتهم في فصل لوحدهم، والمدرس اللي يدرس لهم او المدرسه مسيحيه، فده عادي. واحنا كمسلمين المدرس اللي بيدرس لنا مدرس مسلم، خلاص ده الطبيعي يعني، ده العادي. كل واحد عارف دينه او فاهم فيه، صح كده. لكن ان ماده اندماج كده، مش عارفاها يعني. هي دي الوحده الوطنيه او الوحده الدينيه؟ مش فاهماها الصراحه، مش قادره استوعب خالص. وايه ماده الدين اللي هيبقى بالنسبه لنا يعني كمسلمه؟ ماده الدين مش هيبقى فيها احاديث، مش هيبقى فيها. كان عندنا زمان ايه، احفظ الاحاديث دي، احفظ الايات دي، السوره دي. هنا ماده الدين هنا هتبقى ما اعتقدش فيها احاديث ولا صور دينيه، لان المسيحيين مش هيقرأوها، مش هيحفظوها قصدي. واكيد برضو ما عندناش حاجة في المادة دي برضو من عند المسيحيين، لان اكيد احنا كمسلمين مش هنحفظها. فتحس ان في لخبطة، فكانوا ما يسموهاش مادة الدين بقى، يسموها اي حاجة تانية، قيم واخلاق، الاحترام، العادات والتقاليد، التربية، التربية، اي حاجه يعني. لكن هي كدين لا، هي ملهاش علاقه بالدين. حاسه انها ليها علاقه اكتر بالعادات والتقاليد والقيم والاخلاق. لكن دين لا، ما اعتقدش هي ولا هتاخد من الدين ده ولا هتاخد من الدين ده. هي واخده عادات وتقاليد واحترام وقيم بس. ممكن في الدين الاسلامي والدين المسيحي بيحسوا على الحاجات دي، بس ده مش يعني كده ما تبقاش ماده الدين برضو، لان ماده الدين فيها ايات، فيها احاديث بالنسبه لنا يعني كمسلمين يعني. فمش هنلاقي الحاجات دي. فيبقى ايه ده، ايه اللخبطه دي؟ فمسمينها ماده دين ليه؟ ما فيش حاجه اسمها دمج اصلا بين الدين والدين يعني. مش فاهمه. انا ما اعرفش بصراحه حاجات كتير عن الدين المسيحي، بس اكيد في حاجات مختلفه في يعني مثلا انا لما كنت صغيره اول حاجه خدتها في الدين مثلا اركان الاسلام، مثلا عشان نعرف الطفل الصغير اللي هو المسلم ان اركان الاسلام 5 كذا وكذا وكذا، ونبقى عارفينهم ان الاسلام هيقوم على الحاجات دي، انك الشهاده، وانك الصلاه والزكاه والصوم والحج. انك عشان تبقى مسلم انت 5 حاجات دي بتعملهم. وده ابسط يعني، ده اول سلمه في الاسلام مثلا يعني. طب دي هحطها في ماده الدين؟ طبعا اكيد لا.
فيبقى ابسط اول حاجه الف ب دين، يعني مش هنبقى، مش هتتحط في الكتاب ده، فيبقى دين ازاي بالنسبه لنا احنا يعني؟ فهيبقى دين ازاي؟ حاسه ان لا، في حاجات كتيره مش تبقى، ما ينفعش تتحط، بما انها دمج بين الدينين. مفيش حاجه اصلا اسمها دمج يعني، ده انا اللي انا تخيلته او اللي انا استنتجته كده، بس مفيش حاجه اسمها كده. بس يعني عشان تاخد من هنا القيم والاخلاق، ومن هنا شويه قيم واخلاق وحطيتهم على بعض، ما تسموهمش دين بقى. ما ينفعش تتسمى دين، لان الدين كده بالنسبه لنا كدين اسلامي مجرد من ايه ومن حديث، ما فيهوش اي حاجه، ولا اركان الاسلام ولا. فيبقى لا. فبصراحه بعد ما ايديا وجعتني من التسقيف ان القرار ده حلو، وان اخيرا ماده الدين هتضاف، وان اخيرا الولاد هيهتموا بيها والاهالي هتهتم، وان اخيرا بقى هنبص نلاقي ناس محترمه وناس متدينه وناس عارفه القيم والاخلاق والكلام ده وبر الوالدين. لقيت انها لا، ما دي مش مادة دين خالص، ملهاش علاقة. ما نقولش ان دي مادة دين، ممكن نقول مادة العادات والتقاليد الحسنة، ممكن نقول احترام الآخر، مش عارفة يعني، قيم واخلاق زي ما في، مش عارفة، في كتاب تقريبا كده دلوقتي، لكن واللي يدرسها يبقى مدرس عادي ايا كانت ديانته مش مهم، لكن هو هيدرس قيم واخلاق والله كده تمشي. لكن احنا نسميها مادة الدين، حسها مش نافعة خالص خالص، ولا قرار مش طبيعي يعني. وبعدين لو انتوا عايزين بقى تعملوا قيم واخلاق، مش لازم تضموا الدينين على بعض زي ما بنضم الفصلين على بعض كده، لا لا خالص. احنا ممكن نعمل القيم والاخلاق من غير حتى كتاب، بس يبقى فيه في المدرسة مشرف ولا مشرفة، بالنسبة للبنات مشرفة، بالنسبة للولاد مشرف، حد كده يبقى واقف على باب المدرسة يشوف الزي المدرسي عامل ازاي اللي بيخشوا بيه، يشوف المكياج اللي البنات حاطينه، الحاجات الحلوة. انا بشوف البنات رايحة المدرسة برموش متركبة، تخيل، بالايلاينر معمول ولا نفرتيتي. فهنا بقى انتوا خلوا يعني، يا ريت يعني القيم والاخلاق تبقى عملي، عملي، ما مش نظري، مش كتاب يتقري وخلصنا، لا. ممكن نعمل كده يعني، نخلي بالنا شويه من البنات والولاد اللي بالذات في سن المراهقه، اللي هم اعدادي ثانوي الكلام دوت، يعني نحاول نربيهم في المدرسه عشان لما يروحوا البيت يبقى ايه، المدرسه والبيت هما الاثنين بيشتغلوا على نفس الحته اللي هي التربيه، يبقى في تربيه هنا وهنا. مش نسيب الام لوحدها تهاتي ويروح المدرسه الواحد من دول يفسد، او يبقى كل واحد لوحده، لا، يبقى البيت والمدرسه بيشتغلوا على ان في تربيه. ممكن نعلمهم كمان يعني، لو في كتاب للانتماء يعملوا كتاب للانتماء، سيبكم من الدين اللي هو اللي احنا مش فاهمينه ده، اللي هو ملخبط اتنين في بعض ده او اتنين في واحد، لا سيبكم من الموضوع ده. ممكن تعملوا كتاب للانتماء. انا ملاحظه ان مفيش انتماء خالص، بالذات في الشباب، كله عايز يسافر، كله عايز يجري، كله مستغني، مش عايز مثلا، مش طايق اي حاجه يعني، فاكر ان الغرب ده احسن حته في الدنيا ويلا نجري. فممكن نعمل كتاب للانتماء، ماده الانتماء، مدرس للانتماء. مفيش خالص، مفيش، انسى ما فيش انتماء نهائي. فممكن ده نعملها ماده، وهدي ماده تدرس لكل الناس اي دين، نعمل لهم الانتماء. لكن اتنين في واحد في الدين مش نافعه بصراحه. حاسه ان قرار كده ايه يعني، ما تجيش، مش داخل على دين خالص يعني، داخل على اي حته تانية، قيم اخلاق اي حاجه، انما لا. لكن لو حابين نعمل كتاب حلو كده يجيب معانا، يبقى كتاب الانتماء. انا مش عارفه ليه عندي احساس ان يعني انا عايزه حد يكتب كتاب عن الانتماء ده، في مدرس يدرس الانتماء، لان الانتماء خلاص ابتدى يتلاشى اذا ما كانش يتلاشى اصلا يعني. فنخليها انتماء، ايه رايكم؟ والله مش فكره حلوه، والله العظيم انا شايفه ان الانتماء ده افضل يعني من اتنين في واحد. مفيش حاجه اسمها دين يجمع بين الدينين وكده، في الديانات نفسها هتبقى مظلومه، لان لا هتحط حاجه من الدين المسيحي فعشان ما ينفعش المسلمين يدرسوها، ولا هتحط من عندنا حاجات ليهم عشان هم يدرسوها. مش هتحط ولا من هنا ولا من هنا، انت هتاخد حاجات كده عامه من على الوش، لكن الدين كتين مش هيدرس. فما نسميهوش بقى دين، ما نسميهوش دين. ربنا يهدي لنا اولادنا يا رب ويحفظهم من كل سوء، اللهم امين. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم احسن ختامنا جميعا، اللهم انصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، امين امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.